كيكة البرتقال اللي أنا معتمدتها من سنين، هذه الوصفة مستحيل أغيرها. جربوها، هذه ألذ وأطيب وصفة ممكن تسوونها. نبدأ بسم الله. وقبل ما أبدأ بتحضير الوصفة راح أجهز كوب من عصير البرتقال. الخطوة اللي بعدها راح أغلف البايركس بورق الزبدة، وتقدرون تستخدمون أي قالب كيك موجود عندكم بالمطبخ. ولتحضير خليط الكيك راح أحتاج 5 حبات من البيض ما يعادل كوب. بعدها راح أضيف كوب وربع من السكر وظرف من الفانيلا البودرة، وأكيد طبعا تقدرون تستخدمون الفانيلا السائلة إذا كانت متوفرة عندكم. وهسه هنا بعد ما ذاب عندي السكر وانخفق البيض وصار عندي بهذا القوام، راح أضيف نصف كوب من اللبن الزبادي، وبعدها راح أضيف كوب إلا ربع من الزيت وكوب من العصير اللي جهزته مسبقا. ولا تنسون أضيفون ملعقة كبيرة من بشر البرتقال، هاي الخطوة ضروري تسوونها حتى تعزز عندكم طعم ونكهة الكيك. وأما إضافة الملح فهذه النسبة القليلة راح تعدل عندكم الطعم. هسه هنا بعد مرور 3 دقائق من الخفق راح أضيف 3 أكواب من الدقيق اللي هو الطحين. ولا تنسون إضافة البيكنج باودر. وعندي هنا ملاحظة، ضروري تنخلون الطحين أكثر من مرة قبل ما تستخدمونه. وهنا حتى أغير لون الكيك ضفت نسبة قليلة من ملون الطعام، وهذه خطوة اختيارية تقدرون تستغنون عنها. أما بالنسبة للفرن فيكون محمى مسبقا على درجة حرارة 180، النار تكون من الأسفل فقط. راح أدخل قالب الكيك على الرف الوسط، وبعد ما أتأكد من الكيكة أن استوت عندي من الأسفل أشغل الفرن من الأعلى. وهسه هنا بعد ما جهزت عندي الكيكة راح أدخلها للثلاجة وأبدأ بتحضير الكريمة. ضفت كوب من كريمة الحلويات وكوب من الحليب السائل. وبعد ما جهزت عندي الكريمة هنا بديت أحضر باقي المكونات. ضفت كوب من الخامة ونصف كوب من السكر، وأيضا راح أضيف نصف كوب من الجبنة الكريمية. هسه هنا أثناء ما أخفق وجانس المكونات مع بعضها راح أذكر لكم ملاحظة وبعض البدائل. الملاحظة الأولى، ضروري تستخدمون نفس الكوب لكل المقادير. أما بالنسبة للبدائل فتقدرون تستبدلون الزيت بالزبدة. أما البديل الثاني، إذا ما كان متوفر عندكم اللبن الزبادي تقدرون تستبدلونه بنصف كوب من الحليب السائل. أما طريقة تجهيز الكيك فجدا بسيطة وسهلة مثل ما تلاحظون بالفيديو. بعد ما نزلت طبقة من الكيك والكريم ضفت المربى. بعدها راح انزل الجزء الثاني من الكيك وارجع اغلفها بالكريمة. اني هذه طريقتي لكيكة البرتقال معتمدتها من سنين ومستحيل اغيرها، طعمها جدا طيب. جربوا تسوون هذه الكيكة على طريقتي، اكيد راح تحبونها.